نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصتنا النهارده الحصة الرابعة في الشهر التاني. ماشي، عندنا ايه النهارده؟ عايزين نتكلم على أفكار وأجزاء حروف الجر والاستخدامات امتى. حلو كده. طيب، عشان بعض الناس منكم اللي بيتلخبط في دمج حرف الجر مع أداة التعريف. طب تعالى نشوف، هو احنا قلنا كام حرف خدناهم مع بعض ممكن ان هم يندمجوا؟ خدنا مع بعض كام؟ خدنا حرف الجر ضا، صح؟ وخدنا إين ممكن نحط لهم مع أداة تعريف، وهاقول لك برضه كل واحدة إمتى. وممكن الدي، خلي بالك برضه من الدي أهم. التلاتة دول حلو اللي ممكن نحط لهم حرف جر. أنا هاعرفك بس إزاي ندمج. ماشي أهو. كنت حابب إن أنا أتكلم عليها أكتر في الوحدة التانية، ولكن هنقولهم دلوقتي مع بعض عشان تعرف تحل برضه. أهو بص، تعالى نكتب كل أدوات التعريف. كل أدوات التعريف أهي. إل أهو، نكتب من بداية من إل. عندنا مثلا لو، عندنا لا، عندنا ال أبوستروف، عندنا اللي، عندنا اللي، وعندنا اخر حاجه اللي هي الاي. صح كده؟ دي كل ادوات التعريف. مظبوط كده. طيب تعالى بص معايا. قال لك الضاء اما بتيجي تدمج عشان تعرف امتى، انا بس بعرفك ازاي تدمج، بعد كده هعرفك كل واحده امتى عشان برضو ما يبقاش فيها لخبطه. حلو. قال لك اما بتيجي تدمج بتنزل زي ما هي. ادي ضاء اهي. حلو كده اهي. بتنزل زي ما هي مع كل ادوات التعريف. بتنزل زي ما هي اهي. تمام. هنا ضاء اهي. ضاء في كلها ايه؟ ادي الضاء زي ما هي. طيب بص بقى، اتعلم معايا حاجه جميله قوي من غير ما نحفظهم، من غير ما نحفظهم. قال لك مع الإيل دايما خد ال بس. ايه رايك؟ يبقى الضاء زائد الإيل تديك ضل. خد ال بس. طب مع اللو قال لك ال او تبقى اسمها ضلو. مع الله ال ايه. مع ال ابوستروف ال ابوستروف. مع الليه ال ايه اهي. شايف ازاي؟ اهو اكبر لك كمان اكتر كده اهو عشان تبقى واضحه اهو. اهو زي ما انت شايف كده اهو. حلو كده. طيب اخر حاجه مع اللي، بص بقى، مع اللي والاي الاتنين بيتحطوا جنب بعض، ما تعملش اي حاجه. ادي ضلي وهنا ضاي اهو. يبقى تاني الايل بنعمل ايه؟ بناخد منها ال بس. اللو ال او، اللا ال ايه، ال ابوستروف ال ابوستروف، ال ايه. هنا اللي والاي قال لك حطهم جنب بعض، الزقهم بس. حلو كده اهو. الموضوع لحد دلوقتي اهو سهل بس بسيط. طيب هنا عندنا ده الضاد. حلو كده. طيب الان قال لك معلش بعد اذنك، اما بيجي قدامك بيبقى ان اي اهو. شكله بيتغير شويه، بيبقى ان اي اهو زي ما انت شايف كده اهو. ان اي. حلو كده اهو. ان اي اهو. كلها بتبقى ايه؟ اهو زي ما انت شايف. حلو. والعب نفس اللعبه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. الايل بناخد منها ايه؟ ال بس. يبقى نل. بعد كده اللو ال او. مع الله ال ايه. مع ال ابوستروف ال ابوستروف. مع اللي ال ايه. وقلنا مع اللي والاي حطهم جنب بعض اهو بس. يبقى اسمها نيلي، وهنا اسمها ني اهو. شكرا. مش محتاجه حفظ، مش محتاجه فهم، افهمها بس. حلو كده اهو. طيب نيجي نخش بعد كده. عندنا اخر حرف، عندنا حرف الجر ايه؟ الدي. قال لك برضو بص، الدي ده بيختلف برضو شويه. اما بيجي يتحط له اداه تعريف بيبقى دي اي اهو. بيبقى دي اي. معلش ده شكله اختلف شويه. هو الان وايه والدي اهو. بيبقى دي اي اهو. ده شكله بيختلف عشان كده خلي بالك من شكله شويه اهو. اهو اهو. حلو. طيب وبعدين يا سينيور اعمل ايه؟ العب نفس اللعبه. ايه هي؟ حط الايل بنعمل ايه؟ بناخد منها ال بس. يبقى الدي زائد الايل الاتنين مع بعض يبقوا دل. طيب اللو ال او. طب الله ال ايه. طب ال ابوستروف ال ابوستروف. طب اللي ال ايه. حلو. اللي والاي قلنا بنعمل ايه؟ حطهم جنب بعض يبقى اسمها دلي، وهنا اسمها دي. تمام. هنا اسمها ايه؟ دي. خدت بالك ازاي؟ اهو بالشكل اللي قدام مننا كده بس. ده ازاي تحط حرف الجر مع اداه التعريف. انا بقول لك ازاي تحطهم بس. طيب الاستخدامات عشان ما يبقاش فيه لخبطه. حلو كده اهو. تعالى بقى نشوف الاستخدامات. الموضوع سهل، انا مش عايزك تحفظه. انا فهمتك. الضاد تنزل زي ما هي. الاي حط منها ال بس. اللي والاي ادمجهم جنب بعض، وهنا وتحط الحرف بقى بتاعهم سواء الاو او الا او الابوستروف او الاي. فهمنا ازاي؟ ان الان قلت لك معلش خلي بالك بيبقى ان ايه. تمام. هنا الدي بتبقى دي اي اللي هو اي انجلش زي ما انت شايف. والعب نفس اللعبه او نفس القصه اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى موضوع الدمج ان شاء الله مش هيبقى فيه حاجه معانا بعد كده تماما. طيب نتكلم على الضاء. ماشي. الضاء احنا خدناه كحرف جر لوحده. ركز معايا في الكلام اللي بقوله، ولو في حاجه مش عارفها بعد ما اخلص قول لي عشان ما يبقاش في لخبطه. الضاء اتكلمنا عليه كذا حاجه. قلنا بيجي مع طبعا كلمه سولو، بيجي مع الضمائر، بيجي مع الاشخاص، وقلنا بيجي مع المهن. بس المهن بتاخد ضل، ها بنحط لها ال اللي هي دي. المهن بتاخد ضل. حلو. وقلت لك ممكن يجي مع المدن والدول. بمعنى قلت لك المدن بس المدن تختارها زي ما هي.
يعني انت مثلا اهو، عشان اوضح لك، هنا عندي روما، حلو كده، روما دي طبعا ايه؟ مدينه، صح كده؟ مدينه. طيب المدينه عايزه ايه؟ طبعا بعيدا عن بارتيرا، بعيدا عن بارتيرا وبير، بعيدا عنهم، لو في بارتيرا نختار بير والموضوع ده منتهي. حلو. طيب قال لك لو هنا عندنا الضاء، طبعا إيه، روما، روما المفروض عايزه ايه؟ عايزه الاه. حلو، ما لقيتش الاه، اختار ضاء زي ما هي مع ايه اهو، اكتب لك مدن، مدن زي ما هي، اختار ايه؟ الضاء. حلو كده. طيب لو مع الدول، لو مع ايه؟ مع الدول، مثلا اهو عندنا مثلا زي ايطاليا، اهو عندنا هنا ايطاليا. طيب افهم افهم، بحط امتى الضاء؟ انت دلوقتي الموضوع برضو بعيد عن بارتيرا وبير، الموضوع بنتكلم عنه لو انا عايز الان، اهو ايطاليا ونقط، خلاص شكرا. اهو عايز ايه؟ انا عايز الان. حلو، مفيش بارتيلا ولا في حاجه، عايز ان. طب مفيش الان، قال لك تحل محلها الضاء. ضاء زائد اداه تعريف مع الدول، ها مع الدول، لان روما طبعا او اي مدينه ما بتاخدش اداه تعريف. احنا عندنا حاجات يا جماعه ما بتاخدش اداه تعريف، من ضمنها المدن، المدن ما تاخدش اداه تعريف، اسماء الاشخاص ما تاخدش اداه تعريف، الضمائر ما تاخدش اداه تعريف، ادوات النكره او الاشاره، اداه نكره اللي هي زي اونو اونو، ازاي اداه نكره احط لها اداه تعريف؟ فلا. اداه اشاره كوستو وكوستا برضو ما بحط لهمش اداه تعريف، فاهمنا ازاي؟ يبقى الحاجات دي لو لقيتها، عشان كده المدن ليه ما حطيناش اداه تعريف؟ لان المدن ما بتاخدش اداه تعريف. حلو. طيب هنا هتعمل ايه بقى؟ لو ما لقيتش الان اهو بوضح معاك، هتحط ايه؟ ضا، تمام، زائد اداه تعريف. طيب هات لي اداه التعريف. احنا بقى اتعلمنا في الاول خالص المراجعه، شفت بقى اهميه المراجعه؟ ايه مفرد مؤنث بادئه بمتحرك يبقى ال ابوستروف. الحل يبقى العب اللعبه، هتقول لي الضاد بتنزل زي ما هي وال ابوستروف. كلام جميل قوي. حلو كده اهو، كل ده بتكلم على الضاد. حلو. طيب تعال بص معايا، لو لقيت مثلا اسبانيا، اسبانيا اللي هي طبعا اسبانيا. حلو. طيب هتقول لي عايزه ايه؟ عايزه ان. الكلام بعيد عن بارتيري وبير، اهو برضو بوضح لك عشان لو حد جه سالني قال لي طب لو في بارتيري، لا ده بير. حلو كده. طيب كلام جميل قوي. هنا عندنا ايه؟ عندنا اسبانيا مفيش ان. حلو كده، اختار ضا زائد اداه تعريف. ايه مفرد مؤنث بادئه بساكن، الاجابه تبقى لا. حلو، فهنا تبقى ايه الاجابه؟ اللعبه بتاعتنا هتنزل الضا ال ايه، يبقى ضله. فهمنا ازاي يا شباب؟ اهو ماشي. طيب لو دوله كمان، مثلا عندنا حاجه زي ستاتي اونيتي، ستاتي اونيتي. ايه ستاتي اونيتي؟ اللي هي الولايات المتحده، الولايات المتحده الامريكيه. ماشي، الولايات المتحده. طيب مفيش ان، طيب هعمل ايه؟ هحط ضا. ماشي، ادي ضا زائد، هات لي اداه تعريف بعد اذنك. ستاتي، هناخد على ستاتي جمع مذكر بادئه باس وساكن، يبقى الاجابه ليه، صح؟ طيب ادمج لي ده كده بعد اذنك. هتقول لي حط الاثنين جنب بعض، يبقى اسمها ضلي. شكرا. شكرا كده، الضاء مع السلامه. مش عايز، مش هستخدمه في حاجه غير كده. طبعا انا بتكلم على الدول، انا في حاجات تانية مع الضاء زي ما اتفقنا، كلمه سولو والاشخاص والضمائر، التفريعات الجميله اللي كنا بنعملها، بس انا بكلمك في حته الدمج، يعني ازاي بيتدمج. حلو كده اهو. لو مع المدن لا، زي ما هو، زي ما هو. ماشي كده. طيب بص برضو عشان ابقى قلت لك كل الافكار حقيقي، يعني ابقى قلت لك كل الافكار. هنا مثلا لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي مثلا بارتي اهو، مثلا هنا بارتي، حلو كده، بارتيرا اهي، نقط روما. حلو كده اهو، دي اتكلمنا عليها واحنا بنحل المره اللي فاتت، لو الناس اللي كانت مركزه. بارتي يبقى عايزه بير، صح؟ المفروض ان انا في الاختيار اختار ايه؟ بير. مظبوط مظبوط. طب افرض ما لقيتش بير، لو صادف ما لقيتش بير اعمل ايه؟ قال لك اختار برضو الضاد. ماشي اهي، احنا اتكلمنا عنها في معلومه المره اللي فاتت لو انت فاكر، واحنا بنحل مع بعض، مش عارف سؤال كان 7 او 6 حاجه زي كده يعني. قلت لك لو في بارتيرا المفروض بير، ما لقيتش بير اختار ايه؟ اختار الضاد. حلو كده. طيب بص يا جماعه برضو اهي معلومات، انا بديك معلومات اكتر اكتر اهو، النهارده بننمي المعلومات اكتر. حلو، عشان نخلص من الضاد. لو لقيت كايرو، كايرو عارفين انها بتاخد ايه؟ حد يرد عليا سريعا، كايرو بتاخد ايه؟ الطبيعي اللي احنا اتكلمنا عليه. كايرو بتاخد ايه يا بنات؟ صح، ممتازه، بتاخد ايه؟ صح كده. طيب لو صادف ان انا لقيت كايرو، ماشي، انا دلوقتي لقيت كايرو تمام، ما لقيتش مين اللي تحل محلها؟ ضل. اهو معلومات زياده. ماشي، انا المفروض ان انا عايز طب لو ما لقيتش ده مع كايرو، مع كايرو بس، الكلام ده مع كايرو القاهره. حلو، لو ما لقيتش ايه اللي تحل محلها؟ ضل. تحس ان الضاد دي بتحل محل اي حاجه. ماشي يا شباب اهو بالشكل اللي قدام مني ده الجميل جدا جدا جدا. بس ده كده ايه؟ الضاء طبعا، والاستخدامات التانية اللي احنا قلنا عليها بتاعتنا. طيب كلام جميل. نيجي نبص بعد كده. بعد كده يا شباب عندنا ايه؟ لو انا عايز اتكلم على الان وازاي ممكن ادمجها، زي الحته ديت، الان وازاي ممكن ادمجها. طيب بص كده معايا، تعالى بص، انا هحاول اجيبها لكم برضه اهو، اصغر شويه عشان يبقى كله واضح اهو.
ماشي اهي ادي الان مكتوبه اول حاجه فوق عندي. طيب دلوقتي انا لو لقيت ايطاليا، لو لقيت ايه ايطاليا، ايطاليا ونقط بس نقطه خلاص، هنا ساعتها اختار الان. ماشي اختار ايه الان. طيب بص الحته الجايه دي قلت لك لما يبقى في تخصيص، تخصيص اقول لك ايطاليا، او ركز ايطاليا تمام. ديل التخصيص قلت لك بالعرفه من حرف الجر دي، ديل مثلا ساوث او اي حاجه، ديل نورد اي حاجه، شمال او جنوب او اي حاجه. حلو اهو حرف الجر دي ما بيجي مع الحروف اللي بتيجي مع الدول، بعد الدول اللي هو حرف الجر الدي ده اهو. الدي ده نعتبره للتخصيص يا جماعه او التحديد. يعني هنا ايه طبعا ساوث معناه طبعا جنوب، يبقى هنا جنوب ايطاليا، جنوب ايطاليا. بقى في حاجه اسمها تخصيص. ايوه مستر، بعرف التخصيص ده منين؟ الاقيها بعد الدول او الحاجات اللي بتاخد ان زي قلنا بيبليوتيكا او اوفيتشو تمام، او الحاجات اللي زي ديت. ماشي هتلاقي حرف الجر دي فين. الدي معلش عشان عايز اعرف شكله اهو، ممكن تلاقيه كده الدي زي ما هو، ممكن تلاقيه زي ما هو، او ممكن تلاقيه مدمج. خلاص انت عرفت شكله اهو مدمج. حلو. طيب كده عرفت ان حاجه اسمها ايه تخصيص، اسمها ايه تخصيص. حلو. طيب في الحاله زي ديت اعمل ايه؟ الحل بيبقى ان زائد اداه التعريف. ايه مفرد مؤنث بادئه بساكن؟ طبعا يبقى الاجابه تبقى ال ابوستروف. هنا هنعمل ايه؟ قلنا يبقى الان بتبقى ان ايه وال ابوستروف بس اهو. فهمنا ازاي؟ يبقى عرفنا امتى اما بتلاقيها تخصيص. تخصيص حلو كده. طيب تعالى بص مثال كمان اهو. هنا جا مثلا اقول لك اوفيتشو، اوفيتشو تمام، مثلا دي ميو تمام بادري، يعني هنا مكتب والدي اهو. في حرف الجر الدي بعد اذنك، هو اوفيتشو المفروض بياخد ان صح، بس في تخصيص اهو في الدي. واخد بالك في ايه اهو الدي مكتب والدي، ما قلتش مكتب وخلاص. ساعتها هنعمل ايه؟ قال لي والله ساعتها هنا هناخد الان زائد اداه التعريف عشان في تخصيص. هي المفروض بتاخد ان بس. اوفيتشو مفرد مذكر بادئه بمتحرك، يبقى الاجابه تبقى ايه ال ابوستروف، يبقى هنا يبقى نل ابوستروف برضه اهو بالشكل ده. حلو كده اهو بشكل مبسط جدا جدا جدا. تمام يا شباب. مثلا زي ما خدنا من الامثله بيبليوتيك اهو، بيبليوتيكا تمام، بيبليوتيكا مثلا ديلا تمام سكولا اهو. هنا احنا عارفين ان بيبليوتيكا لوحدها بتاخد ايه؟ لوحدها من غير الدي بتاخد ايه؟ بتاخد الان صح. اهي جت الدله اهو تخصيص، يبقى ده كده ايه تخصيص. ماشي ده كده ايه يا شباب؟ ده كده تخصيص. حلو كده. طيب التخصيص بعمل معاه ايه؟ التخصيص بعمل معاه ايه؟ والله خلاص بيبليوتيكا بتاخد ايه في اصلها؟ بيبليوتيكا اصلا بتاخد الان زائد، هات لي اداه تعريف. ايه مفرد مؤنث بادئه بساكن تبقى لا. العب اللعبه ديت هتبقى ان ايه ال ايه اهي، يبقى نله. يبقى الاجابه تبقى ايه؟ تبقى نله. عرفنا اهو الاستخدامات مهمه طبعا جدا، مهمه اكيد مهمه جدا جدا جدا. عرفنا شباب اهو امتى بنستخدم بقى الان ومدمجه؟ لو لقيت تخصيص، لو لقيت ايه تخصيص زي ما انت شايف ايا كان بقى، مش شرط بيبليوتيكا اي حاجه خلاص. انا عارف ان هنا احط حرف الجر ان وهات لي اداه تعريف ايا كان اللي بعد النقط بقى ما يشغلنيش. خلاص انا فاهم، اللي فاهم بيعرف يحل يا شباب، خلاص ما عنديش فيها مشكله. تمام اهو بشكل مبسط جدا جدا جدا. تمام. طيب ده كده بالنسبه لايه للحاجات طبعا اللي موجوده طبعا عندنا بالنسبه ايه للدمج. انا حبيت اكتب لك حرف الجر الدي ده بس عشان تبقى عارف شكله عامل ازاي لو جالك في حاله التخصيص. طيب خلي بالك منه في حاله حرف الجر الدي. هو الدي عموما احنا اتكلمنا عنه في ايه؟ لو حد فاكر الدي قلت لك في حاجتين، فاكرها ايه هي؟ قلت لك في الملكيه وفي الجنسيه، لو انا عايز اعبر عن ملكيتي الحاجه او في الجنسيه بتاعتي ايطالي اسباني فرنساوي وهكذا. الدي اهو حتى بص المره اللي فاتت لو انت مركز معايا بص كده اهو، المره اللي فاتت اتكلمنا عنها وقلنا طبعا فين اهي، اهي فوق اهي ماشي. حرف الجر دي قلت لك بيعبر عن ايه لوحده؟ يعبر عن الملكيه او يعبر عن الايه الجنسيه. زي ما قلت لك الليبرو دي باولو كتاب باولو، او اما جيت قلت لك الجنسيه بص قلت لك ايه دي دوفي سي. دي دوفي ايه سي، شفت دي دوفي من اين؟ دي معناها من اين، من اين تكون دي دوفي سي تمام. هنا طبعا سومو او دي روما، مع انها روما هنا جت خلي بالك. روما هتقول لي ازاي؟ طب ما دي مدينه واخترنا دي، لا عشان السؤال في دي اهو خلي بالك. يبقى النهارده انت تحط الدي هنا لما يجيب لك السؤال في دي دوفيساي، لقيت الدي بتنزلها دي، وطبعا عشان روما. طيب تعال بص السؤال الجاي، ركز معايا في السؤال الجاي. بص الحته الجميله دي تمام. لو انا دلوقتي جيت قلت لك اهو، لقيت مثلا السؤال بيقول لك كده اهو دي دوفي سي، حلو كده. راح رد عليه في الاجابه قال له سونو
تمام نقط، تمام ايطاليا، تمام ايطاليا اهو كده بالشكل ده. ماشي ركز، مش هكتب اختيارات، انا عايزك نفهمها مع بعض. هنا عندي الدي، حلو، يبقى المفروض ان انا هينزل اهو برضو الدي، طالما ايه دي ضافع هحط ايه الدي زي ما هي. تمام اهو دي. بس طبعا ثواني بقى، هنا مش هينفع نحطها زي ما هي، مش هينفع. ليه يا جماعه؟ لان ايطاليا بتاخد اداه تعريف، مش هنسيبها كده. ايطاليا مش هتاخد ان زي ما هي، تمام، من غير اداه تعريف، غير لو جت لوحدها زي كده اهو. ايطاليا لوحدها زي دي كده اهي ايطاليا اهي، معهاش اداه تعريف بس حاطط لها ان، الوحيد اللي بيجي معاها حرف الجر ان مع الدول من غير اداه تعريف. انما في الحاله زي ديت معلش هنحط لها اداه تعريف، يبقى زائد ال ابوستروف، يبقى الاجابه تبقى ايه دي. طبعا قلت لك الدي اي بتحاول تبقى دي ايه، يبقى ديل، يعني قصدي ديل ابوستروف. فهمنا ازاي؟ اهو الشكل قدام مننا ده هندمجه اهو، حرف الجر مع اداه التعريف. ده لو جات لك اهي دي لازم يجي لك، خلي بالك السؤال ده كده، يعني انا مش هحط دي مع ايطاليا مثلا او ايا كان غير لما تلاقي السؤال كده دي دوفي سي. فهمت ازاي؟ اهو دي دوفي سي، نقط بعد نقط ايطاليا، خلي بالك بقى عشان هنا في دي دوفي يعني معناها اكون من ايطاليا. فهمنا ازاي؟ اهو لازم يجي لك السؤال كده لازم. طب بص معايا كده الحته الجايه ديت وقول لي انت تختار ايه. لما اجي اقول لك دوفي سي، تمام، سونو نقط ايطاليا، حلو كده اهو. ماشي. هنا بقى بص خلي بالك السؤال اللي فوق معناها من اين تكون، انت منين، ده هنا سؤال الجنسيه. انما انا بقول لك دوفي ساي اين تكون، انت فين. زي ما اسال حد انت فين، دوفي ساي. طبعا ساعتها هنا صوم احط ان ايطاليا اهو، ان بقى عاديه. ايه ده ليه ما حطيتش الدي؟ عشان ما هنا ما فيش دي، ده مش سؤال جنسيه. فهمت الفكره؟ خليك فاهم، خليك فاهم. ايا كان بقى الحرف طبعا حط لي روما حط تمام، حط لي اي حاجه تانية، انت شوف ده بيختار ايه وخده معاه. انما خلي بالك لو قال لك دي دوفيساي، لا الدي هتنزل. ولو هي مدينه، لو لقيتها مدينه حط الدي زي ما هي، سونو دي روما زي ما قلت من شويه. طب لو لقيت دوله، لا معلش هتحط الدي زائد اداه التعريف، وانا عرفتك الدي ازاي بتدمج اهو، بتبقى دي اي وعيش. ماشي. ركز يا شباب في الحته دي كويس جدا. طيب بص معايا في المثال الجاي ده كمان، ماشي، هما مثالين كمان ويبقى كده حروف الجر باي باي خلاص. بص بقى المثال الجاي جه في بعض الامثله في التقييم الاسبوعي واللي هنشوفه كمان شويه. قال لك طبعا ترينو ترينو نقط ترينو نقط، تمام. قال لك ايه ستة، تمام، نقط ستة مثلا، ايا كان اللي بعد كده ايه، ايا كان اللي بعد كده جاء ايه. حلو كده. طيب الاختيارات كانت عندنا ايه لو نفترض الله، تمام، وعندنا ضل، او قصدي دل اهي اللي هي بالايه. ماشي. طيب ركز معايا يا شباب، هنا المفروض ايه، بعض الناس بيبقى عارفه طبعا ان هنا 6 طبعا ده رقم 7. حلو كده، ده رقم ايه، ده رقم 7. ركز في الحته دي كويس قوي. حلو. فطبعا بيقول لك طالما عدد يبقى ساعه على طول، ساعه فيختار الله زي ما اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. ولكن هنا يا جماعه في طبيعه الاسئله اللي زي ديت، في طبيعه الاسئله ديت ده هي عايزها تخصيص. عايزها ايه، تخصيص. يعني ايه، عايز اقول قطر 7 او القطر السابع. فهمنا ازاي؟ يبقى هنا تخصيص. التخصيص بيجي بايه، بالدي. الدي زائد الاعداد كلها جمع مؤنث، الاعداد كلها بتاخد ليه ما عدا الواحد اللي الا ابوستروف. الاعداد كلها ايه، ركز في المعلومه دي، الاعداد كلها جمع مؤنث فبختار معاها الليه. فهمنا ازاي؟ يبقى هنا الدي اي بتبقى دي اي، يبقى ديلي. يعني ايه بقى الترينو ديلي 6؟ يعني قطر الساعه كام، مش قطر الساعة عفوا، هنا قطر ايه، قطر 7. ممكن اقول قطر 7 هيرحل خلال 3 دقايق مثلا، ايا كان بارتي مثلا، واكمل بقية الجملة. ماشي. اما تلاقي في اسم في الاول، تلاقي اسم معاه اداة تعريف وبعد النقط في رقم، في اسم معاه اداة تعريف وبعد النقط في رقم، طبعا هنا مش ساعة، هنا مش ساعة، ده هنا تخصيص. عايز اقول لك قطر 7 او القطر السابع. فهمت ازاي؟ اهو غير الساعة، الساعة ممكن تلاقي فعل قبل النقط، تلاقي فعل. ماشي. خلي بالك برضو منها، حته برضو جميله كانت موجوده. طيب تعال نكمل في اخر مثال. ماشي. يبقى هنا هنختار ايه طبعا، ديلي. نختار ايه، ديلي قطر 7. حلو. طيب بص الحته الاخيره دي قال لك ايه هنا، كومبرو. انا حابب بس ان انا اعملهم كلهم في صفحه واحده يعني، ماشي، عشان يبقوا واضحين ورا بعض. كومبرو يعني اشتري، تمام. كويستو تمام، مثلا ريجالو يعني بشتري هذه الهديه، نقط مثلا البابا، تمام، الايه بابا. حلو كده. طيب احنا بشكل بسيط جدا
هنا في بعض النقط اسم صح، اتفقنا ان قلنا الاسم بياخد حرف من اتنين، يا اما كن وقلنا معناها مع، تمام، يا اما طبعا ضا بمعنى ايه عند، ماشي، بمعنى ايه عند. حلو كده. في السؤال اللي زي ده يا شباب اما جه في التقييم الاسبوعي هنشوفه كمان شويه ما حطش كن، تمام، ما حطش كن مع لان قد تكون هتنفع، ماشي، مش فاكر بالظبط حط ضا ولا لا، تمام، بس تقريبا كان حاططها عادي هنا تنفع، ماشي. يعني كان حاططها قصدي في الاختيارات ما فيش مشكله، ولكن الاجابه هنا كانت هتبقى ايه يا جماعه؟ كانت هتبقى بير. دي كانت حته جديده كمان معانا، لان حروف الجر طبعا واسعه يا جماعه، مش اكيد اللي بنقوله في تانية ثانوي ده بس، لا ده هي اكتر من كده بكتير، ماشي. فهنا ليه بير جت بقى؟ ركز في الحته دي عشان حته جديده، ها، حته جديدة. ليه بير ممكن احطها هنا؟ بتيجي علشان او ليه، يعني هنا بشتري هذه الهديه علشان بابا او لبابا، فهمنا ازاي؟ ماشي، مش هتنفع هنا عند بابا، بشتري هذه الهديه عند بابا، المعنى مش صح. ايه بشتري هذه الهديه عند بابا ولا لبابا؟ فهمنا ازاي؟ يبقى ممكن في بعض الاحيان يا جماعه حرف الجر بير بيجي بعد الاسماء، بعض الاحيان ما قلتش دايما، لما بتيجي بمعنى ليه، بشتري هذه الهديه، رجع له معناها هديه لبابا، تمام، او ايا كان الاسم ده بير، ماشي، بير. اوكي يا شباب، ده كده كانت بعض الحاجات المهمه جدا اللي ناخد بالنا منها. صفحة 50 طبعا اللي هي كانت عندنا واجب، كان عندنا انترنت بوينت اتكلمنا عليها في جزئيه لوحدها، قلنا بتاخد الله ابوستروف، ركز معايا ونشوف بنحلها ازاي، ماشي، بتاخد الله ابوستروف. طيب تاني واحده عندي استاتي اونيتي، واحده واحده بقى، استاتي اونيتي لسه قايلين عليها من شويه، ايه؟ الولايات المتحده، صح، عايزه حرف الجر ايه؟ ان. في ان عندي؟ مفيش ان، امال ايه الحل؟ ضا واداه تعريف، شفت بقى، ضا واداه تعريف. طيب استاتي بتاخد ايه؟ هكتبها لكم حتى هنا بخط كبير، بتاخد الضا، صح، زائد هات لي اداه التعريف كده بعد اذنك، استاتي جمع مذكر، استاتي تمام، ناخد على جمع مذكر اس وساكن، يبقى الاجابه تبقى لي، صح. هنا قلنا الضا مع اللي قلت تلزقهم جنب بعض، يبقى الاجابه تبقى ضلي، اهي الاجابه رقم سي، الاجابه تبقى ايه؟ تبقى ضلي اهو، بشكل بسيط جدا. طيب نكمل. بعد كده عندنا ايه بعد النقط؟ مترو، مترو طبعا بياخد الان، بياخد ايه؟ الان. اوفيتشو، ركز معايا، بص، اوفيتشو جه بعد منها الدي او مشتقاتها، الدي، ديلو، ديلا، ديلابوستروف، جت دي لما جاش يبقى ان بس، خلاص، يبقى ان بس. تشانترو وسط البلد برضه نفس الكلام، ان بس. ميديكو طبعا اللي هي ايه؟ الصيدلي، صح، دي ايه طبعا؟ قلنا مهنه، تاخد الضل. حلو. مترو هنا لا قصدي عفوا، عندي ترينو طبعا وسيله مواصلات، تاخد الان. بعد كده عندنا ايطاليا، واحده واحده، في بارتيري عندي ولا حاجه؟ انديامو، لا ده مش بارتيري، يبقى مش بير. طيب عندي ان رقم واحد الان، حلو، ادي الان موجوده، تمام، ادي الان، لو ما كنتش الان كانت ضاء اداه ايه؟ تعريف. طيب بعد كده عندنا بص، هو واحده واحده انا بوضح لك كل حاجه، ماشي. بيبليوتيك، انا عارف ان بيبليوتيكا بتاخد ان، صح، استنى في تخصيص بعدها في الدي او حاجه او الكلام الجميل اللي احنا قلناه بعد ما فيش، يبقى ان بس. طب هنا بيبليوتيك، انت واخد بالك ان عيني كلها على بعض النقط، ها، عيني كلها على بعض النقط، بيبليوتيك، حلو، جاب عندنا تخصيص، حصل، جاب تخصيص اهو، طبعا الديلابوستروف، طبعا ديلابوستروف ده تخصيص، طبعا طبعا تخصيص اهو، صح ولا ايه؟ اهو طبعا، يعني مكتبه ايه؟ مكتبه الكليه او الجامعه، ماشي. طبعا يبقى هنا ان واداه تعريف ان، وطبعا عندنا مفرد مؤنث بدا بساكن لا، يبقى الاجابه تبقى نيلا، الاجابه تبقى ايه؟ نيلا، خدت بالك؟ ماشي. اللي بعد كده ماروكو، المغرب، طبعا لو مش عارفها اكتبها، ماروكو معناها المغرب، دولة طبعا، دولة. طيب هسأل سؤال، في ان؟ مفيش ان، مفيش بارتيري طبعا عشان بير، ومفيش بير في الاختيار، كلام جميل. يبقى الحل فين يا جماعة؟ يبقى الحل ضاء وأداة تعريف، صح كده؟ طيب العب اللعبة، هتقولي والله ضاء اهي، هكتبها لك حتى هنا عشان تبقى واضحة، اهي ضاء زائد هات لي أداة تعريف بعد إذنك، ماروكو، او مفرد مذكر، اخرها او مفرد مذكر بدأ بساكن، يبقى ال، ماشي. فاكرين من شويه قلت لك ال بناخد معاها ايه؟ بناخد معاها ال بس، يبقى الاجابه تبقى ايه؟ تبقى ضل، الاجابه تبقى ايه؟ ضل اهو. ما حفظتش ان ماروكو المغرب بتاخد ضل، لا، استنتاجات، ضا زائد الإيل، فالاجابه تبقى طبعا ايه؟ تبقى ضل، ماشي. افهمها، حروف الجر جميله، بس اللي عايزه ايه؟ اللي يحبها. طيب هنا عندنا طبعا ايه؟ هنا المفروض دي طبعا الميديكو اللي هي صيدلي، طبعا برضو هي الاجابه تبقى ايه؟ تبقى ضا، حلو. طيب بص بقى كده عندنا ايه؟ طبعا فينتونو، واضح انها دي ساعه، وواضح انها ساعه جدا، لان حاطط لك طبعا هنا ايه؟ نقطه كده، تمام، وصفرين، يبقى طبعا ايه؟ دي اكيد ساعه. بص قبل منها في فعل اهو، فعل طبعا، كيودونو يغلقه، طبعا يبقى الاجابه تبقى الله، الاجابه تبقى ايه؟ تبقى الله. طيب بعد كده اتكلمنا على ميتزو جورنو وميتسانوتي، خدناها المره اللي فاتت، ميتزو جورنو وميتسانوتي، منتصف الليل ومنتصف النهار، الاجابه تبقى الاجابه تبقى ايه؟ تبقى صفحة 33 الواجب. هنا عندنا جينو وكوما، يبقى طبعا الإجابة الأولى. إيه جينيتوري جمع، يبقى الإجابة طبعا اسمها هنا عندنا لورو، يبقى أنا أونو، يبقى كابيسكونو إيو
بريفيريسكو اللي اخرها او طبعا. ماشي، اوعى تختار لي الرقم دي، ها اوعى دي طبعا انا او اونو بتاعت لورو. البروف طبعا يبقى الاجابه طبعا رقم دي لوي ولاي او اي. كيارا اسم مفرد لوي ولاي يبقى طبعا هتبقى هنا عندنا بريفيريش، اوعى تختار الاخيره. الاخيره دي طبعا ده طبعا بريفيرير، ده الفعل المصدر بنبهك اهو. ان اسم مفرد لوي ولاي يبقى الاجابه تبقى طبعا بوليش. نوي سهله دي طبعا يبقى هنا الفعل اللي اخره عفوا الفعل اللي اخره يامو اهي. الفعل اللي اخره ايه؟ يامو. اللي بعد كده دينو اسمه مفرد لوي ولاي يبقى طبعا هنا بريفيريش. طبعا نيل ميريجو دي بعد الظهر، في فتره بعد الظهر او بعد العصر. دينو اي جوليا طبعا اتنين جمع، يبقى الاجابه طبعا ايه؟ الاجابه هتبقى الثالثه رقم اتشي او سي يعني. ايو ايه طبعا باولو، انا وباولو يبقى نحن يامو اهي الاجابه الثانيه. إيه اوجي دي طبعا معناها اليوم او النهارده، مالناش دعوه بيها، كلمه داله او مش مالناش دعوه، عرفتني ان الجمله في المضارع. ماشي. ايو طبعا يبقى الاو طبعا ايه؟ الاو طبعا إيه؟ كياريسكو. ماشي. بعد كده عندنا طبعا ايه اخر حاجه راجاتسي وكوما جمع وكوما يبقى فوق ايت يبقى الاجابه تبقى بوليتي. الاجابه تبقى ايه؟ تبقى بوليتي. هنا عندنا في صفحه 35 بقيه الواجب. طبعا اول حاجه فوق طبعا مضارع باولو ايه طبعا ماريو يبقى طبعا هنا عندنا فينجو نو الاجابه طبعا ايه؟ الاجابه الاولى. بعد كده هنا عندنا ايه؟ هنا عندنا طبعا دينو ايه ايو يعني دينو وانا طبعا يبقى نحن نوي، ونوي عايزه ابيامو صح، او عايزه قصدي يامو موجوده يبقى مصدر والشيره. بعد كده واضح هنا ايه طبعا دي الجزء اللي اتكلمنا عليه طبعا في الساعه صح. قلت لك هنا في واحد، خلي بالك بص في ايه؟ في ال ابوستروف قصدي الاي، يبقى الاجابه تبقى ال ابوستروف اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. انما لو ما كانتش طبعا في الاي دي او اي فعل كنت بختار ال ابوستروف حرف الا وال ابوستروف. طيب انا وحد جوليا اد ايو، انا وجوليا طبعا بريفيريامو الاولى. طبعا نقط في الاخر يبقى صفه. ماريا وساره جمع مؤنث فالاجابه تبقى جنتيلي، اتكلمنا عنها في درس الصفات. انا وطبعا دينا يبقى جمع يبقى فاتشيامو. بعد كده عندنا طبعا واضح الاختيارات فيها حروف جر، هبص على بعض النقط. ايطاليا دوله، في بارتيري لا ما فيش، قبل النقط ما فيش، ده في فعل انداري ما فيش. طبعا يبقى هنا ايه؟ هنختار الان، هنختار ايه؟ الان. حلو كده. طيب بعد كده ترينو وسيله مواصلات حروف جر يبقى ياخد الان، واتفقنا قلنا لو في اداه تعريف بنختار كون. وسائل المواصلات لو معاها اداه تعريف بنختار كون. نكمل. دي ندى اسمه فضلو يلاي يبقى الاجابه الثانيه. رجعت سوكوما جمع كوما فوي ايتا الاجابه الثانيه. نقط في الاخر طبعا يبقى صفه في حرف الجر دي، فاكرين كنا بنختار على اللي قبله، نختار على اللي قبله لاميكا مفرد مؤنث يبقى الاجابه تبقى جنتيلا. طبعا جنتيلا مفرد مذكر مفرد مؤنث. بعد كده رقم 4 باولو اسم مفرد لو يولي عايز الفعل اخره ايه او اي، طب ما هو موجود اهو ديفي افعال خادمه طبعا يبقى اللي بعد منها في المصدر يبقى ستوديارا. ماشي. بعد كده طبعا نقط طبعا اوري سونو يبقى طبعا احنا خدناها مع بعض المره اللي فاتت كي اوري سونو الاجابه طبعا ايه؟ التانية كي اوريسونو معناها كام الساعة الآن. بعد كده أنا ونهى طبعا يبقى نحن يبقى الإجابة تبقى فاتشيامو الإجابة التانية من ضمن الواجب. 36 عندنا ترينو طبعا يبقى ان خلاص قلناها ان طبعا وسائل المواصلات. اللي بعدها اندريا، خلي بالك بقى من اندريا. عموما اندريا يا ريت تكتب لي على اندريا ده اسم مفرد مذكر، ده اسم ولد خلي بالك يا جماعه. ها اندريا في مطرب ايطالي اسمه اندريا بوتشيلي، ده اسم واحد مش بنت، ما علينا. المهم ان هو طبعا هنا مفرد لو يولي يبقى ستوديا الاجابه طبعا ايه الثانيه. ستيفالي جمع مذكر اسو ساكن يبقى الاجابه تبقى لي، ها ادوات التعريف. طيب اسم موجود في الاخر طبعا النقط في الاخر يبقى طبعا دي صفه. وهنا طبعا فيرمين تمام. وطبعا مفرد اسم مؤنث. واللي عرفني كمان ان في هنا كلمه راجاتسا مؤنث يبقى اسبانيولا الاجابه ايه؟ الاجابه طبعا الايه الثالثه. بص هنا 4 ديت يا جماعه انا ما اتكلمتش عليها بس ممكن انت تستنتجها، احنا لسه ما اتكلمناش بشكل دقيق على ادوات الاستفهام ولكن برضه هفهمها لك اكتر. هنا عندنا ده سؤال واجابه طبعا. الاجابه فيها اليسيا، الاجابه فيها ايه؟ اليسيا. طب ايه اداه الاستفهام اللي ممكن تستخدمها تديك اسم شخص؟ اسم شخص اكيد هي ايه بالبلدي حتى لو بالعربي هتقول مين من صح. من بالايطالي اسمها كي. هنتكلم اكتر على ادوات الاستفهام وما تفهم ادوات الاستفهام هتعرف الحاجات دي كويس. ماشي نكمل. هنا عندنا طبعا تصريفات اس صح، الاختيارات اس طبعا بوب تمام او بوب ايه طبعا لاري طبعا 2 جمع يبقى لورو يبقى الاجابه تبقى سولو. واضح هنا طبعا ادوات ايه؟ ادوات نكره. مفرد مذكر بعد النقط مفرد مذكر اهو هنا بادئه بحرف ايه؟ بادئه بحرف متحرك يبقى الاجابه تبقى اون. ها الاجابه تبقى اون. اوعى خلي بالك اوعى تختار الاون ابوستروف دي بتاعت المفرد المؤنث. بعد كده هنا عندنا ايه طبعا طبعا هنا عندنا تصريفات. هنا عندنا طبعا علي وكوما ده كده طبعا تو يبقى طبعا فوي ماشي. كوزا دي معناها ماذا. ماشي. نيجي نتكلم بعد كده جينو وكوما تو عايزه الاي هي ديفي موجوده اخرها اي يبقى اللي بعد ما مصدر طبعا هنا عندنا تبقى تورنارا. ماشي. انا وحد نحن يبقى وشيامو.
طبعا هنا عندنا روما اي انا طبعا تشيتا، طبعا نقط في الاخر يبقى صفه. روما مفرد مؤنث يبقى الاجابه تبقى جراندي، مفرد مذكر ومفرد مؤنث جراندي. طيب هنا الساباتو، الساباتو يعني السبت. توتا لا كلاس، خلي بالك لا، ها لا كلاس الفصل، الفصل مفرد لا، ها لا، لا بتيجي مع المفرد اهي واضحه، اداه التعريف يبقى الاجابه تبقى لو يولاي، يبقى طبعا بوليش. ماشي. هنا بعد كده اداه نكره بعد النقط مفرد مذكر بادئ بمتحرك الاون، مفرد مذكر متحرك يبقى ايه اون. رجعت حكومه جمع حكومه فوي يبقى فاطي. دكتور طبعا دي من ضمن حروف الجر طبعا، ومهنه يبقى الاجابه تبقى ضل، الاجابه تبقى ايه؟ تبقى ضل. عندنا الكلمات صفحه 42. عندنا اول حاجه طبعا العمود اللي هو الجزء ده طبعا هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده اهو، ده الحفظ. ماشي، ده جزء النهارده. اول حاجه عندنا اسبيتاري، اسبيتاري معناه ينتظر، اسبيتاري افعال مهمه جدا، اسبيتاري ينتظر. انكونتراري اللي هي معناها طبعا يقابل او طبعا يلاقي. بعد كده عندنا تليفوناري، تليفوناري اللي هي طبعا معناها يتصل تليفونيا. بنساري اللي هي معناها يفكر زي ما خدنا في التشيرتيتسا اللي هو التاكد. اني تشيرتيتسا او دوبيو خدناها طبعا كلمه بينسو صح، معناها اعتقد معناها اظن. اوكي. بعد كده عندنا صاليرة اللي هي معناها يصعد. كونوشرة اللي هي معناها طبعا يعرف. فينيرة معناها يأتي. أندارة معناها يذهب. أبريرة اللي هي معناها يفتح. مانجارة اللي هي معناها طبعا يأكل. أوزارة اللي هي معناها طبعا يستخدم. فينيرة ينهي. جوكارة يلعب. ريمانيرة معناها يبقى أو يظل. ماشي، يبقى يفضل يبقى، ماشي يبقى يعني تمام. طيب تيجي تعالوا نقراهم تاني مع بعض. عندنا aspettare، incontrare، telefonare، salire، pensare، salire، conoscere، venire، andare، aprire، mangiare، usare، finire، giocare، rimanere. هنا عندنا في الديالوج بتاع الوحده طبعا الاولى طبعا اول حاجه عندنا كيارا بتتكلم اهي. كيارا بتقول ايه؟ كيارا بدات الكلام تشاو بابا، تمام يعني اهلا بابا، تمام. ادوبو بعدها قال لا او تشاو دينو، ازيك يا دينو او اهلا يا دينو. كوميفا يعني كوميفا ديت، كوميفا خلي بالك يا جماعه معناها كيف حالك، تمام او عامل ايه، تمام كيف حالك او عامل ايه، زي كومستاي كده كيف حالك. راح جه رد بعد كده، جه بعد كده رد باولو، تمام. وقال ايه؟ قال طبعا تشاو كيارا، ازيك يا كيارا. بيني، بيني يعني كويس، بيني يعني ايه؟ يعني كويس. قال لك ايه؟ اسبيتو، اسبيتو يعني انتظر، لسه قرينا في الكلمات. اسبيتو دينو مستني مين؟ دينو. بير صاليلي عشان نصعد او نطلع، ماشي. فعل صاليري لسه واخدينه برضه في كلمات النهارده، عشان كده بقول لك مهم. انسيمي يعني مع بعض، نطلع سوا. خلي بالك دي خدناها في الكلمات اللي هي في صفحه 40. انسيمي معناه مع بعض. ضا اليسيا، عند اليسيا، فاكر لما قلت لك ضا واسم يبقى بمعنى عند ايه؟ اليسيا. طيب راحت ردت كيارا قالت له اوكي تمام يعني. اكي اورا، اكي اورا معناه في اي ساعه، في اي ساعه. افيتي يعني لديكم، فعل افيري لديكم او عندكم. ابونتامنتو، ابونتامنتو معناه ميعاد، في اي ساعه، تمام لديكم او عندكم ايه الميعاد اللي هو تتقابلوا امتى يعني، ماشي. طبعا راح رد عليها دينو، راح رد قصدي عفوا باولو، قال لها قال طبعا ايه؟ قال لي ديتشي 10 ايه طبعا ميتزي او 20 مينوتي 10 وايه و20 دقيقه اللي هي طبعا 10 وتلت. اوكي. قال له ايه؟ ان ريتاردو، ومتاخر. ان ريتاردو معناها ايه؟ معناها متاخر. قلمك معايا وترجم اللي انت مش عارفه. قال له ايه؟ على الشيلولاري، وعلى التليفون. شيلولاري خدناها. نون ريسبوند، طبعا نون معناها ايه؟ لا. ريسبوند فعل ريسبوندر معناه يجيب او يرد، وعلى التليفون لا يرد. نون ريسبوند لا يرد، مش بيرد. طيب بعد كده قالت له ايه؟ طبعا هنا عندنا طبعا كيارا قالت له فورسي، فورسي معناه ربما، خدناه في الدوبيو اني تشيرتيتسا، تمام خدناه في الشك وعدم القيم. دوبيو انكورا، دوبيو انكورا، انكورا معناها لا يزال. يعني ايه لا يزال؟ لسه، زي ما تقول لسه. اكازا في البيت اللي هو ايه؟ ربما لسه في البيت. فورسي معناه ربما، انكورا لا يزال اللي هي معناها لسه، اكازا في البيت، تمام. راح دي باولو رد عليها قال لها ايه؟ فيجيامو، فيجيامو معناه ايه؟ هنشوف. قال لها بعد كده يعني بعدها شويه قال لها ايه؟ نون ريسبوند نسونو، لا يرد على احد، مش بيرد على حد. نسونو معناها لا احد، ماشي. راح بعد كده قالت قال لها ايه؟ قال لها اسبيتا انتظر، تمام. ايه؟ فورس، خلي بالك دي المفروض فاضل لها اس. شايف دي؟ شايف فورس ديت؟ شايفها زي اللي فوق دي، المفروض زي اللي فوق دي، فاضل لها بس ايه؟ اس ما بين الار والاي.
فورسي تمام. سو دوفي يعني ايه سو دوفي؟ اعرف اين. راح رد عليها قال لها ايه استني كده، قال لها ايه فورسي معناها ربما. سو دوفي سو دوفي يعني اعرف اين، اعرف هي فين او هو فين قصدي. تمام. راح قال لها ايه قال لها فيني كومي. يعني ايه فيني كومي؟ تاتي معي، تعالي معايا، تيجي معايا. تمام. راح سالها ده سؤال اهو، فيني كومي تيجي معايا. راحت ردت عليه كيارا قالت له دوفي. دوفي يعني اين، اجي معاك فين. راح رد باولو بعد كده قال لها ايه قال لها السوليتو يعني على المعتاد انترنت بوينت. في ايه في السايبر انترنت ايه بوينت. كوي يعني إيه كوي معناها هنا. كوي معناها ايه هنا. فيتشينو يعني قريب، هنا قريب، تعالي معايا ايه على المعتاد في الايه في السايبر هنا ايه قريب. راحت هنا كيارا ردت عليه وقالت له ايه قالت له قال لي انترنت بوينت وحطت عليه استفهام معناها ايه في السايبر. زي ما انت بتيجي حد تقول له في السايبر اللي هو مستغرب. قال لي تمام إيه مثلا قال لي دي اتش ايميتزو يعني 10 ونص. ديلو طبعا او ديل ماتينو يعني 10 ونص الصبح. فمستغربه. راح رد عليها ايه راح رد عليها باولو قال لها نون كونوشي بانا تمام دينو، مش بتعرفي دينو كويس. تمام. انت يعني زي ما يقول لها ايه انت ما تعرفيش دينو كويس. حلو دي معناها كده. تمام. انديامو انديامو هنا معناها يلا بينا، زي هيا بينا، زي ليتس جو كده. تمام. راح جاب قال لك دوبو. دوبو معناها بعد، دوبو تمام. دو مينوتي بعد ايه بعد دقيقتين. جه هنا راح ايه جه دينو. تمام. باولو بيتكلم اوه دينو تمام وحط علامه تعجب. دينو شافه قال له دي نوفو على الكمبيوتر، من جديد تاني او زي ما يقولوا تاني من جديد على الكمبيوتر. طبعا ما هنا معناها ما معناها لكن. ساي معناها ايه طبعا ساي معناها ايه تعرف. تمام. كي اوريسونو انت عارف كام الساعه. كي اوريسونو اللي اتكلمنا عنها ماشي انت، ولكن انت تعرف انت الساعه كام دلوقتي. راح رد ايه طبعا دينو قال له اوه تشاو راجاتسي شباب زيكم تشاو او اهلا او كده. قال له كي سونو جا لديتشي ايفنتي او ايه طبعا ميتزو. قال له مش الساعه بالظبط، جا معناه بالفعل. تمام. سونو تكون طبعا لديتشي ايميتزو يعني الساعه 10 ونص. راح رد قال له باولو هنا رد قال ايه قال له فيرامنتي معناها في الحقيقه. قال له سونو ليه طبعا ديتشي ايه 40 مينوتي. دي الساعه كام 10 و40 دقيقه يعني اللي هي 11 الا تلت. قال له بو ثم بو دي معناها ثم كويستو. كويستو يعني دي تمام اهو هذه ايه تكون المفروض عليها اتشنتو بس ماشي حط عليها اتشنتو تكون اللي هو فيربو اسر. التو مساجو دي ايري. قال له يعني دي رسالتك. التو مساجو دي ايري يعني دي رسالتك بتاعت امبارح. قال له طبعا ايه قال له طبعا ديتشي ايه طبعا 20 مينوتي يعني 10 و20 دقيقه اللي هي طبعا 10 وتلت. قال له نون طبعا ديتشي ايميتزو مش 10 ونص. راح رد دينو قال له ايه قال له دافيرو. دافيرو يعني ايه دافيرو بجد عارف لما تيجي بجد ايه ده بجد اللي هي دافيرو بجد. قال له راح قال له اوكي طيب ماشي. اوناتيمو يعني ايه اوناتيمو لحظه. اوناتيمو معناها لحظه. كي طبعا سوبيرو فعل سوبيراري. فاكرين فعل سوبيراري يعني ايه فعل سوبيراري. خدنا في الكلمات اللي علينا اللي حفظ هو اللي هيعرف يقوله سوبيراري. طبعا هنا سوبيرو طبعا يعني بيتكلم عن نفسه انا. حد يعرفه سوبيراري. طبعا يبقى هنا سوبيرو يجتاز طبعا السيكوندو ليفيلو. يعني ايه السيكوندو ليفيلو اللي هو المستوى الثاني. بيلعب بقى الالعاب اللي هي الليفلات بقى. السيكوندو ليفيلو يعني المستوى الثاني. راح طبعا باولو رد عليه قال له جينو يا جينو تمام سيامو جان ريتاردو بجد احنا متاخرين. تمام بجد احنا متاخرين. قال له سو انديامو يلا بينا. يبقى اكتب على صفحه 45 واجب ماشي 45 اكتب عليها واجب. بص كده معايا في صف رقم طبعا 3 في الموقف الثالث في صفحه 56. هنا عندنا ايه عندنا كيدي لوراريو. طبعا الكلمه اللي في الاول خلاص سهله بقى خلاص. عندنا كوزا دي تشيكواندو ماذا تكون عندما كيدي لوراريو. خلي بالك كيدي معناها تسال واوراريو معناها ميعاد. اكتب ماذا تقول عندما تسال. كيدي خدناها في الكلمات. طبعا لوراريو عن الموعد. لوراريو الموعد او ايه طبعا ايه الميعاد. بتسال هنا على ميعاد. حلو كده بتسال. خلي بالك كلمه كيدو يا جماعه ما بتلاقيها دايما. كلمه كيدو دي اللي انت شايفها قدام منك اما بتلاقيها بتختار لازم تختار علامه استفهام. لازم تختار من الاختيارات حاجه في علامه استفهام لانه بيقول لك انت بتسال. عشان كده بص لو تاخد بالك الاجابات كلها ايه. شايف لو تاخد بالك الاجابات كلها ايه. الاجابات كلها فيها ايه فيها علامه استفهام. الاجابات كلها فيها ايه فيها علامه استفهام. طيب ايه بقى الاختيار تعال نشوف مع بعض. اول حاجه اللي بقى اللي عايزك تركز عليه كويس قوي. عندك هنا اكي اورا اعمل عليها دايره. تحت منها اكي اورا اعمل عليها دايره. كلمه ابيرتي اللي معناها تفتح اعمل عليها دايره. وعندنا ترا كوانتو. ترا كوانتو خلال طبعا كم.
تمام. طبعا ايه خلال كام، دول اللي عايزك تعلم عليهم، اللي هو تذاكرهم زي كلمه كيادي لوراريو كده اهو، دول اللي تعلمنا عليهم. طبعا مش لازم تحفظ الجمله كلها. طيب تعال نترجم. اول حاجه سكوزي، سكوزي معناها معذره، سكوزي معناها معذره او لو سمحت، اوكي ما علينا بيها. اكي اورا في اي ساعه، يا ريت ترجم لي بقى في اي ساعه، اكي اورا في الاثنين اهم، في اي ساعه. ماشي. انيتسي، انيتسيا طبعا البروسيمو سبيتاكولو، يبدا العرض الاول. انيتسيا يعني يبدا، البروسيمو سبيتاكولو العرض الاول، يبقى معناها في اي ساعه يبدا العرض الاول. انا عايز كلمه في اي ساعه، اكي اورا بس. اللي بعد كده ساي، ساي معناها تعرف، تعرف. في اي ساعه، اكي اورا برضو نفس الكلام اهي، اكي اورا في اي ساعه. كيودونو، تمام، كيودونو فعل طبعا كيودر اللي هو تغلق. في اي ساعه، تعرف في اي ساعه تغلق المحلات. اي نيجوتسي طبعا المحلات. ترجم. ماشي. اللي بعد كده يبقى طبعا الاثنين فيهم في اي ساعه، دول انا عايزك تحفظهم، الباقي ممكن بيبقى متغير. طيب هنا طبعا ما فيش اداه استفهام، بس هنا طبعا ابيرتي معناها تفتح. هنا معناها ايه؟ لو ما فيش اداه استفهام، اداه استفهام وفي علامه استفهام في الاخر، يبقى هنا السؤال معناه هل. السؤال معناه ايه؟ هل المحلات انيجوتسي تفتح؟ سونو تكون ايه؟ تفتح او ايه؟ طبعا سونو ابيرتي تفتح، تمام. سونو ابيرتي طبعا الاثنين مع بعض طبعا تفتح، تمام. انكي البومريجو تفتح ايضا بعد الظهر، البومريجو معناها بعد الظهر، تمام. هل المحلات تمام تفتح او فتحت تمام برضو بعد الظهر، اهو بالشكل اللي قدام مني ده. ماشي اهو تفتح بعد الظهر، يبقى طبعا بايظ حلقة معاد. اخر حاجه هنا ترا كوانتو بارتي الترينو، خلال كم يرحل القطار. دي معنى الجمله كده، ترا كوانتو خلال كم يرحل القطار، يعني لو بالبلدي كده بالبلدي بتيجي تقول ايه؟ خلال قد ايه بيرحل القطر. يبقى هنا زي ما اتكلمنا مع بعض وقلنا موقف رقم 4 و5 اهو تاني، رقم 4 و5 قلت لك زي بعض. عندنا كلمة كيادي أو إنديكي لوراريو يعني بتشير للميعاد، أو كلمة ديتشي، ديتشي لوراريو يعني بتقول الميعاد. يعني بالتالي في الحالتين لازم تلاقي ايه؟ تلاقي ساعة. لازم في الحالتين تلاقي ايه يا شباب؟ تلاقي ساعة زي كده طبعا الله واي رقم، او تلاقي مثلا الله اونا اي ميتسا، او قلت لك ممكن تلاقي كلمة ميتزو جورنو او ميتسا نوت. يبقى اللي فوق هنا كان بيسأل، واللي تحت هنا في الموقفين اللي تحت طبعا 4 و5 كانوا بيقول ايه؟ الميعاد. يبقى لازم تلاقي ايه؟ تلاقي ساعة او كلمة ميتزو جورنو او ميتسا نوت. طيب خلي بالك، بص في موقف رقم 6 و7 مهمين جدا. 6 و7 مهمين جدا يا شباب، ركز. قال لك كوزا دي تشيكواندو، ماذا تقول عندما؟ ترجم بقى هنا ريسبوندي ا اون رينجراتسيامنتو. ريسبوندي ا اون رينجراتسيامنتو يعني ايه؟ ماذا تقول عندما ترد؟ انت ترد طبعا فعل ريسبوندر يرد، تمام. ترد، انت ترد اون رينجراتسيامنتو الرد على الشكر. ماذا تقول عندما ترد؟ دي معناها ترد على الشكر. اون رينجراتسيامنتو، رينجراتسيامنتو معناها الشكر. يعني حد بيقول لك شكرا، هترد عليه بالايطالي تقول له ايه؟ عندي 4 حاجات صح. عندنا بريجو، بريجو معناها عفوا، بريجو يعني حد قال لك شكرا هتقول له عفوا، هنعرف ازاي تقول شكرا. طبعا اسمها ايه؟ بريجو، طبعا معناها عفوا. هنا بعد كده عندنا طبعا فيجوراتي، فيجوراتي تمام. فيجوراتي معناها طبعا زي ايه؟ زي عفوا برضو فيجوراتي. طيب دينيانت، دينيانت اللي هو زي ما تقول لحد ايه؟ على ايه؟ عارف انت بنقول ايه؟ على ايه؟ تمام، اللي هو زي ما تقول ايه؟ بتشكرني على ايه يعني؟ او ما تشكرنيش. دينيانت، دينيانت لا شيء، اكتب لا شيء، ماشي، ما فيش حاجه يعني عشان تشكرني، اوكي. اخر حاجه عندنا نون تشي دي كي، نون تشي دي كي يعني لا داعي لذلك. نون تشي دي كي لا يوجد لذلك، يعني اللي هو زي ما تشكرنيش كده، تمام. نون تشي دي كي لا داعي لذلك. ده امتى الاربعه دول؟ لما يجي يقول لك انت بترد على الشكر، يعني حد قال لك شكرا وانت عايز ترد عليه، هتقول له طبعا بريجو او فيجوراتي او دينيانتي او نون تشي دي كي. اخر سؤال رقم 7 برضو مساله مهمه هنا طبعا، كوزا دي تشيكواندو ماذا تقول عندما رينجاريتسي، رينجاريتسي كوالكونو يعني تشكر، فعل رينجاريتساري تشكر، يشكر. طبعا ماذا تقول عندما تشكر شخص ما؟ بتشكر حد، هنا بقى ايه؟ بتشكره. هتقول له ايه؟ عندنا طبعا جراتسي، جراتسي، جراتسي معناها طبعا شكرا. جراتسي تانتو، جراتسي تانتو يعني شكرا جدا. جراتسي طبعا عفوا جراتسي تانتي طبعا معناها شكرا ايه؟ شكرا جدا. اخر حاجه عندنا جراتسي ميل، تمام. جراتسي ميل يعني الف شكر، كلهم فيهم جراتسي من الاخر، كلهم فيهم جراتسي. يبقى لما تيجي تشكر حد هتقول له ايه؟ هتقول له جراتسي او جراتسي تانتي او جراتسي ميل.
يبقى الواجب تاني اللي مطلوب مننا شباب النهارده طبعا 26/10 طبعا الحصه الرابعه، حفظ كلمات طبعا 42 اللي هو اليمين الافعال، مذاكره المواقف كلها 56، مراجعه طبعا حروف الجر بقى كلها وظبطها، مراجعه على ما سبق دراساته كله. الواجب 37 45 51 52 57. اوكي يا شباب، ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه طبعا للواجب عندنا في الايه في الوحده طبعا، او في الايه في الحصه الرابعه.